السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، احسن ناس في الدنيا كلها، طلاب الثانوية العامة. النهاردة معانا حل درس من الدروس الجميلة الممتعة، وهو درس الوحدة السابعة الوحيد والأوحد، الممنوع من الصرف، من كتاب الامتحان. عندنا كام سؤال كده عايزين نشوفهم، ولو في حاجات صعبة شوية أو حاجات محتاجة تفسير نحاول نشوفها مع بعض واحدة واحدة على قد ما نقدر. تعال نبدأ بسم الله. السؤال الأول بيقول لي الأعلام الممنوعة من الصرف فيما يلي. وعشان تعرف الأعلام الممنوعة من الصرف لازم تعرف يعني إيه علم. العلم هو كل معرفة تدل على إنسان أو بلد أو شهر مثلا من شهور السنة، يناير، فبراير، رمضان، شعبان، شوال، ده اسمها الأعلام. السؤال الأول بيقول لي أنا عايز الأعلام اللي ممنوعة من الصرف، يبقى أنت بتدور على علم لا ينون. اللي هو إيه بقى يا مستر؟ ده كتير، ده 6. علم انتهى بألف ونون زائدتين. رقم 2 علم على وزن فعل. 3 علم على وزن الفعل. 4 علم أعجمي. 5 علم مؤنث. 6 علم ومركب. لو انت كتبتهم ورايا وحفظتهم الموضوع يبقى معاك سهل قوي. نبدأ السؤال الأول. من أبطال المسلمين عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب ومصعب بن عمير. عايز العلم الممنوع من الصرف. مبدئيا أبطال مش علم فمش معايا. رقم 2 عندي كلمة رواحة وعندي أبي طالب وعندي مصعب. كلمة مصعب مفيش سبب يخليها ممنوعة من الصرف، يعني هي مش علم ومركب، مش على وزن فعلان، مش أعجمي كده. بقيلي رواحة وأبي طالب. مستر الإجابة أبي طالب لأنها علم مركب. الإجابة غلط. ليه يا مستر؟ لأن كلمة أبي طالب علم مركب تركيبا إضافيا مش تركيبا مزجيا، وهناك فرق بين التركيب الإضافي والتركيب المزجي. التركيب الإضافي كلمتين تحسهم كلمة واحدة، بيتعاملوا كلمة واحدة، زي كلمة بور سعيد، زي باع لبك، زي كلمة حضر موت. دي بتتعامل كأنها كلمة واحدة، ما اقدرش اعرف جزء وجزء. انما كلمة أبي طالب ده مركب تركيب إضافي، يعني كلمة أبي بتعرب لوحدها وكلمة طالب بتعرب لوحدها، فده مش معايا ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف كلمة رواحة، ورواحة علم مؤنث لفظي. ليه مؤنث لفظي؟ لأنه انتهى بت مربوطة. إذن الإجابة عندي رقم ب. السؤال اللي وراه. أقام جوهر الصقلي مدينة القاهرة بأمر من المعز الفاطمي. أنا بدور على علم ممنوع من الصرف. كلمة جوهر هي علم، بس إيه اللي يخليها ممنوع من الصرف يعني؟ هي ولا مركب ولا مؤنث ولا هي علم وأعجمي. عندي كلمة تانية اسمها الصقلي. إيه اللي يخليها ممنوع من الصرف؟ كلمة صقلي جاية من الفعل الماضي صقلة، كلمة عربية أصيلة ليس لها علاقة بالعجم. الكلمة اللي وراها المعز، إيه برضو اللي يخليها ممنوع من الصرف؟ علم أعجمي مثلا؟ لا، الماضي منها عزة، أعزة، فده عربي. إيه بقى اللي عندي أعجمي أو إيه عندي ممنوع من الصرف لأنه علم؟ كلمة القاهرة علم مؤنث، وطالما علم مؤنث تمنع من الصرف. السؤال اللي وراه رقم 3. بنى هارون الرشيد دار الحكمة في بغداد وأكمل المسيرة من بعده المأمون. يا سلام لو كلمة بغداد دي موجودة كنت أقول علم مؤنث، بس للأسف مش موجودة. رقم 1 هارون علم وأعجمي. فاكر لما قلنا هارون ده مبدئيا من أسماء الأنبياء، كل أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا 6: صالح ونوح وشعيب وميم محمد ولوط وهود عليهم الصلاة والسلام جميعا، بنجمعهم في كلمة اسمها صن شمله. أما هارون مش منهم، فهارون هي العلم الأجمعي. دار الحكمة مركب تركيب إضافي لسه قايلينها. المسيرة مفيش حاجة تخليها ممنوع من الصرف، والمأمون علم عربي. وبكده نكون عرفنا الأعلام اللي ممنوعة من الصرف في السؤال الأول. السؤال اللي وراه عايز العلم اللي بيجوز منعه ويجوز صرفه. عارف يعني ايه؟ يعني انت بتدور على علم ساكن الوسط. علم ساكن الوسط
3 حروف نصهم ساكن. تعال نبدأ بسم الله. بيقول لقب النعمان ابن المنذر بالمحرك الأول، وعمرو بن هند بالمحرك الثاني، لأنهما حرك خصومهما بالنار في زمن الجاهلية وقد نهي عن ذلك في الإسلام. علم ساكن الوسط، اسم 3 حروف نص ساكن. عمرو مش ممنوعة من الصرف، النعمان مش ممنوعة، مش علم ساكن الوسط، فلا يجوز منعه ولا يجوز صرفه. ونفس النظام في كلمة المنذر. الممنوع من الصرف عندي الجائز المنع وجائز الصرف كلمة هند. بص كده، كلمة هند، هند هذا العلم ساكن الوسط فيجوز منعه ويجوز صرفه. المثال اللي وراه، قالت وعد، قالت وعد اسم ساكن الوسط، قالت وعد. نوح وإبراهيم وعيسى ومحمد. على فكرة إبراهيم وعيسى ممنوعين من الصرف، بس مش عشان علم ساكن الوسط، لأنها أعلام أعجمية. العلم ساكن الوسط اللي عندي كلمة وعد. اللي وراها ما تكملش قراية، مصر وسوريا والعراق والسعودية. العلم الساكن الوسط كلمة مصر، مصر، هند، دعد، شمس، بس مش الشمس اللي في السماء، شمس اسم بنت، ساعتها تبقى علم ساكن الوسط. دلوقتي معانا السؤال اللي وراه بيقول عايز الصفات الممنوعة من الصرف. والصفات هي مدل على شعور، إحساس، حاجة بتدل على وصف وسمة معينة وليست علم. تعال نشوف الصفة الممنوعة من الصرف، بس خد بالك الصفة الممنوعة من الصرف 4 حاجات. صفة انتهت بألف ونون زائدتين أو على وزن فعلان، صفة وعلى وزن فعل، صفة وعلى وزن أفعل، صفة وعلى وزن مفعل وفعال، زي مثنى وثلاث ورباع. 1 الجود أفضل، صفة يتحلى بها المرء، والبخل صفة ذميمة. ما تفكرش يا قلبي، مبدئيا الجود دي مش معايا. رقم 2 البخل مش معايا. ذميمة ملهاش علاقة بالموضوع لأنها ولا علم ولا صفة، على وزن حاجة. الوحيدة اللي عندي أفضل أصلها على وزن أفعل، صفة على وزن أفعل ممنوعة من الصرف العلتين. نكمل. أول خليفة، بس أول صفة على وزن أفعل، أول الخلفاء. طب يا مستر كلمة ثاني مش معايا، ممكن أقول ثانيا عادي. ثالث، رابع مش معايا، صفة على وزن أفعل، يبقى أنا عندي أفضل وأول. اللي جاية عايز الصفة الممنوعة من الصرف. حيران أنت فأي الناس تتبع، تجري الحظوظ وكل جاهل طبعه. عايز اعرف فين الصفة الممنوعة من الصرف. مبدئيا كلمة جاهل مش صفة، كلمة الناس مش صفة، كلمة طبع مش صفة. خلاص انا اصلا ما عملتش حاجة في الممنوع من الصرف، انا عايز الكلمة الصفة. الصفة الوحيدة اللي عندي كلمة حيران، صفة على وزن فعلان او صفة انتهت بألف ونون زائدتين. السؤال اللي وراه عايز الاسم الممنوع من الصرف العلة واحدة. يا سلام عليك بقى لو هتكتب ورايا عشان تدور. علة واحدة، ألف تأنيث مكسورة، ألف تأنيث ممدودة، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. استنى يا مستر شعبان عبد الرحيم، الأغنية حلوة قوي. ألف تأنيث مكسورة والألف ما تكونش تالتة، ألف تأنيث ممدودة والهمزة تكون زايدة، صيغة منتهى الجموع. وإيه؟ الله ينور عليك. يبقى أنا دلوقتي هدور على حاجة من 3: ألف تأنيث مكسورة، ألف تأنيث ممدودة، صيغة منتهى الجموع. يلا يا قلبي نبدأ مع بعض. العلم له مجالات هي الأكثر تشعبا تحتاج إلى يا ناصح يا ناصح مساع للاستفادة بطريقة أشمل. أنا عايز ممنوع من الصرف العلة واحدة. كلمة أكثر مش معايا، كلمة أشمل مش معايا، لأنها ممنوعة من الصرف العلتين، صفة على وزن أفعل. كده باقي لي مجالات ومساعن. إيه اللي يخلي مجالات ممنوعة من الصرف مثلا؟ تكونش مثلا صيغة منتهى الجموع. لا يا عم لا، ده مش جمع تكسير أصلا، ملهاش علاقة بجمع التكسير أصلا. الوحيدة اللي عندي كلمة مساعن. طب يا مستر مساعن دي مالها؟ جمع تكسير في نصه ألف
وبعد الالف حرفين. مستر سلامة العين، سلامة الشوف، بعد الالف عين، ده حرف واحد. لا يا قلبي، اوعى تتغفل يا ولا. ركز كده معايا في الحته اللي جايه دي عشان تفهمك يعني ايه صيغه منتهى الجموع. صيغه منتهى الجموع جمع تكسير، نصه الف، نصه الف، بعد الالف حرفين او ثلاثه. بس لو بعد الالف 3 حروف لازم الثلاثه دول يكون في نصهم ياء. اديني يا مستر المثال بتاعك. اول حاجه احنا هنكتب كلمه زي كلمه مساعي، جمع تكسير في نصه الف، بعد الالف حرفين. بس انا عندي مشكله، كلمه مساعي اخرها ياء منقوصه، والاسم المنقوص اذا انتهى بياء تحذف الياء ونحط مكانها كسرتين لو كانت نكره مرفوعه او كانت نكره مجروره. يعني كلمة مساعي ما ينفعش تتكتب بالمنظر ده، لازم تكتب كده مساعي. مستر انت مش قلت ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين؟ حصل. امال ايه التنوين ده يا مستر؟ هذا التنوين مش تنوين اعراب، ولكن عوضا عن الياء المحذوفة. يعني دي كده ممكن تبقى مرفوعة بالضمة المقدرة او مجرورة بالكسرة المقدرة. عارف بقى لو منصوب بالفتحة بعمل كده المساعي، بحط اليه في الالف واللام، او مساعي الخير كده. هنا حطيت اليه لانها معرفه بالاضافه، ولو جات لي منصوبه بالفتحه مفعول به اسم ان بسيب اليه زي ما هي. طب يا مستر يعني ايه دي؟ هو عندي كلمه زي كلمه مصابيح لازم اليه، مفاتيح لازم اليه تكون موجوده. اذا الكلمه اللي عندي ممنوعه من الصرف لعله واحده، كلمه مساع، لانها صيغه منتهى الجموع. السؤال اللي وراه، حكم المسلمون في اواخر، الله لو موجوده، لو موجوده يا خساره مش موجوده، بني اميه الاندلس. مستر الاندلس، الاندلس علتين. اسبانيا حاليا، مستر اسبانيا، اسبانيا علم علتين، واقاموا بها حضاره كبرى، الف تانيث مكسوره، كبرى عله واحده. يدرس الطلاب مواد، ما تكملش خلاص، ما تكملش. كلمه مواد، بص مواد، الدال عليها شده، وطالما شده تبقى حرفين، صيغه منتهى الجموع. السؤال اللي وراه عايز الممنوع من الصرف المجرور بالفتحه. عايز الممنوع من الصرف المجرور بالفتحه. ايه ده يا مستر اجيبه ازاي؟ مبدئيا لازم يكون قبله حرف جر، كام خبريه، نعت مجرور، مضاف اليه مجرور. طالما مجرور بالفتحه لازم يكون في حاجه خلته مجرور. يعني ما ينفعش تطلع لي مفعول به منصوب وتقول لي ده مجرور. طب يا مستر يعني ايه مجرور بالفتحه؟ يعني مجرور بعلامه فرعيه. الفتحه مع الممنوع من الصرف علامه فرعيه. طب يا مستر اطلع ايه بالظبط يعني؟ دور على ممنوع من الصرف نكره، ممنوع من الصرف علم. لو كان نكره، لو كان علم، لو كان نكره، لو كان علم، لو كان نكره، لو كان علم، تعبت، لو كان نكره، لو كان علم، كده يبقى مجرور بالفتحه. يلا نمسك السؤال الاول. بيقول اشرقت شمس حضارتنا باسهامات اسمى لقرائح علمائنا الاكارم. يلا نمسك المجرور بالفتحه. الاكارم غلط لانها معرفه. قرائح غلط لانها معرفه بالاضافه. ايه علمائنا غلط، معرفه بالضمير. امال ايه الوحيده اللي عندي؟ اسمى. ليه يا مستر؟ اصلها نكره. لو كان نكره، لو كان علم، لو كان نكره، لو كان علم، ولكنها فتحه مقدره عشان ده اسم مكسور. يتصدق المؤمن بماله في نواح مختلفه ويتقرب الى الله باعظم الاعمال رغبه في نيل كبرى المنازل. عايز المجرور بالفتحه. وعايا قلبي، معايا قلبي. اعظم غلط لانها معرفه بالاضافه. كبرى غلط لانها معرفه بالاضافه. المنازل غلط لانها معرفه بالف ولام. الاجابه نواح نكره
وساعتها الفتحة مقدرة. ليه مقدرة؟ عشان في كسرتين مش هقدر اكتب الفتحة. زودت المدارس بأحدث وسائل لصياغة الأهداف الكبرى. عايز المجرور بالفتحة. المدارس نائب فاعل أصلا، وفيها ألف ولام ملهاش علاقة بالجر أصلا ولا بالفتحة. أحدث غلط، أصلها معرفة بالإضافة. بص اللي جاية بقى، وسائل صح. ليه يا مستر؟ أصل كلمة وسائل نكرة، وطالما نكرة مجرورة بالفتحة هي هنا مضاف إليه مجرور بالفتحة. الكبرى غلط لأنها معرفة بألف ولام. س 16 من أجمل ما تتمسك به من المبادئ ألا تتدخل في شؤون غيرك فتنعم بأسعد حياة وتتجنب ما فيها من مضار. قال إيه؟ عايز المجرور بالفتحة. بص أجمل غلط. ليه يا مستر؟ أصلا أجمل ليه يا مستر أجمل غلط؟ كنت مفكرها مش في الاختيارات. لأن أجمل معرفة بالإضافة. مستر فين الإضافة دي؟ أنت بتضحك علينا؟ لا، ما دي موصولة بمعنى الذي، وطالما أجمل دي جاي وراها كلمة الذي تبقى معرفة بالإضافة. المبادئ غلط لأنها معرفة بألف ولام. أسعد غلط لأنها معرفة بالإضافة اللي وراها. الإجابة الوحيدة الصح مضار. صيغة منتهى الجموع، زي مدار، زي مهام، زي مواد، زي خواص، كل ده ممنوع من الصرف. قرأت في سيرة عمر. ما تكملش يا أخي وحياة أبوك ما تكمل. عارف ليه؟ لأن أنا بدور على نكرة أو علم. أدي العلم أهو، عمر مجرور بالفتحة، فضائل معرفة بالضمير، شمائل بالضمير، قاعدة المعرفة بالإضافة. س 18 عايز الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة. مش عارف ليه حاسس إنها تطلع دي، بس تعالى نقرأ. من أولى القضايا معرفة بالإضافة مش معايا، أنا بدور على نكرة أو علم. إخلاص المرء الهدف أسمى نعت مجرور مفيش وراه ولا مضاف إليه ولا حاجة تخليه معرفة أصلا. الإجابة أسمى. طب القصوى يا عم لأ يا عم، دي أصلا مفعول به منصوب بالفتحة مش مجرور أصلا. ركز عشان السؤال اللي جاي مهم أوي. السؤال اللي وراه بيقول املأ الفراغ بالكلمتين عمر أو عمرو، ولا يهز فيها شعره. مبدئيا عمر ممنوعة من الصرف، علم على وزن فعل. أما عمرو مش ممنوعة من الصرف. إيه اللي يمنع عمرو من الصرف؟ عشان علم يعني؟ مين قال لك إن كل الأعلام ممنوعة من الصرف؟ محمد علم وليس ممنوع من الصرف. صالح علم وليس ممنوعة من الصرف. عمرو علم وليست ممنوعة من الصرف. يلا بينا. تولى الفاروق عمر بدل مرفوع بالضمة. يلا. ثم فتح عمرو فاعل مرفوع بالضمة. نختار يا مستر بناء على أنهي ممنوع وأنهي مصروف. أول حاجة كلمة عمر الفاروق ممنوعة من الصرف يبقى لا تنون. يبقى أنا هختار الإجابة اللي عليها عمر ضمة واحدة. يبقى الإجابة يا إما رقم ب يا إما رقم ج. يبقى ألف مش معايا، دال مش معايا. طب بالنسبة لعمرو أنا عايز المنونة. يا مستر طب ينفع اختارها مش منونة؟ طب وليه؟ ما هي مصروفة، وطالما مصروفة نونها. يبقى هختار عمرو اللي معمولة كده، عمرو كده. يبقى الإجابة اللي عندي رقم ج. السؤال اللي وراه ميز علامة إعراب كلمة مفاهيم في الجملة التالية. طبعا مفاهيم ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع. بص يا قلبي، لو كانت نكرة مجرورة بالفتحة، لو معرفة مجرورة بالكسرة. تعال نقرأ ونشوف. هو بيقول كم مفاهيم. ما تكملش خلاص، ما تكملش. مبدئيا هي مجرور لأن دي كان خبرية في الوحدة الستة. يبقى راجع الحل بتاعها. كم الخبرية وراها تمييز مجرور، فهي يا إما تمييز مجرور دي يا تمييز مجرور دي. كلمة مفاهيم اللي قدامك ده اهي نكرة صرف، مفيش وراها معرفة، مفيش فيها ألف ولام، مفيش ضمير، تبقى مجرورة بالفتحة. الإجابة رقم ب. س 4 عايز الجملة اللي فيها اسم ممنوع من الصرف معرب بعلامة أصلية. قصدك يعني مجرور بالكسرة؟ حاضر، من عناية يا قلبي، عناية الجوز وقلب اللوز.
تعال نقرا مع بعض بسم الله واحده واحده. كم مشاهد طبيعيه، مشاهد نكره مجروره بالفتحه. لا تدعم كلامك باقاويل نكره مجروره بالفتحه. كم رجال بذلوا اموالهم في مساعي الخير. مساعي معرفه بالاضافه، وطالما معرفه بالاضافه وانت مغمض عينك تجرب الكسره. الاجابه رقم ج. مستر طب ما تستنى نشوف رقم د، مش يمكن تطلع صح؟ تعال نشوف. ليس اخي المتفوق بادنى قدرا. كلمه ادنى هنا دخل عليها الباء حرف جر زائد. هي هنا خبر ليس، خبر ليس منصوب بالفتحه المقدره. تعال نكمل. اولئك الذين حازوا العلا. علا مش ممنوعه من الصرف لان الالف رقم 3. الاجابه زي ما اتفقنا رقم ج. س 5. فين الجمله اللي فيها كلمه مراعي مجروره بالفتحه؟ نصيحه لله، نصيحه لله، دور على مراعي اللي مكتوبه كده. مراعي اللي مكتوبه كده كده تبقى مجروره بالفتحه. انا والله ما اعرف يعني واحده لسه. تعال نشوف الجمله الاولى. ان في الصحراء لا مراعي. اسم ان منصوب. رقم ب. حيثما تمطر السماء تجد مراعي منصوب. رقم ج. يفضل المهتمون بتربية الأنعام المراعي الطبيعية. مش معايا. بص اللي جاية، أنا عايز مجرور بالفتحة، علامة فرعية يعني الفتحة. بص اللي جاية. عن مراع خصبة. كلمة مراع نكرة تجر بالفتحة ودي الإجابة بتاعتها. السؤال رقم 6. عايز الاسم المعرب بعلامة فرعية. ركز في السؤال ده قوي قوي قوي. ميز الاسم المعرب بعلامة فرعية. يعني ايه علامة فرعية؟ يعني الكسرة مع النصب او الفتحة مع الجر او الاسماء الخمسة. دي العلامات الفرعية. تعال نبدأ واحدة واحدة كده معايا. ان اصوات الدعاء. اسم ان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مستر هي اصوات مش جمع مؤنث سالم؟ لا، اصوات مفردها صوت، جمع تكسير. مش معايا. اكرمت ذا الرجل شكرا على صنيعه. مستر كلمة ذا من الاسماء الخمسة. غلط. ذا هنا اسم اشارة بمعنى هذا وحذفت الهاء للتخفيف، فذا هنا مش اسم من الاسماء الخمسة. حب الوطن يجري في شرايين قلبي. كلمة شرايين هنا معرفة بالإضافة، وطالما معرفة بالإضافة تبقى مجرورة بالكسرة، والكسرة مع الجر علامة عادية. الأخيرة. ما وقعت عيني على منظر أعظم من مساعدة الفقير. كلمة أعظم هنا عندي ممنوع من الصرف العلتين لأنها صفة على وزن أفعل. طب عايز أعربها يا مستر؟ منظر نكرة وأعظم نكرة، نكرة ونكرة تعرب نعت. المنظر الأعظم، وطالما نكرة تبقى مجرورة بالفتحة وساعتها الفتحة هنا علامة إعراب فرعية. السؤال اللي وراه. عين التصويب المناسب لما فوق الخط. مبدئيا كلمة معالم ممنوعة من الصرف لا تنون، دي أول حاجة. وكلمة معالم نكرة، وطالما نكرة تجر بالفتحة، يبقى أنا عندي الإجابة رقم أ أو الإجابة رقم ب. ده غلط، ده غلط. كلمة سياحية، هل هي معالم سياحية ولا معالم سياحية؟ كلمة سياحية إيه اللي يمنعها من الصرف؟ سياحية يعني علم على وزن إيه أو صفة على وزن إيه؟ مش ممنوعة من الصرف أصلا، فبالتالي تنون. طب تنون بالكسرة ولا بالفتحة؟ هي مش ممنوعة من الصرف، ملهاش علاقة بالفتحة، دي نعت مجرور وعلامة جره الكسرة عادي. السؤال اللي وراه. ميز التغيير اللي يحصل لو دخلت كلمة إن على الجملة. مبدئيا عمرو وعمر، ايه فيهم المصروفة؟ عمرو. عارف عمرو هتتكتب ازاي؟ بص يا قلبي، بص يا قلبي، بص يا قلبي. عمرو هتتكتب كده. مستر بس كده اسمها عمرا. ما ينفعش تبقى عمرا لان عمر ممنوعة من الصرف، فعمر لا تنون. طب فين الواو يا مستر؟ اصلا الواو دي كان اسمها واو الفارقة في الوحدة الاولى. لما بنون كلمة عمرو بالنصب بحذف الواو، تتشال الواو اصلا، يبقى عمرو هتبقى بالمنظر ده. يبقى انا عندي الاجابة يا اما رقم أ يا اما رقم ج. طيب كلمة عمر، ما احنا متفقين ان عمر ممنوعة من الصرف،
يعني لا تنون، يبقى الإجابة رقم ألف غلط، الإجابة اللي عندي رقم جيم. السؤال اللي وراه، ضع كلمة فضائل في جملتين بحيث تكون مرة مجرورة بالفتحة ومرة بالكسرة. كل اللي احنا هنعمله يا قلبي نقوم جايبين جملتين فيهم حروف جر. ايه يا مستر الجملتين اللي عندي اللي فيهم حروف جر؟ حضرتك اي جملة تعجبك هاتها، اي جملة تعجبك. انا دايما بفضل قول اكشف في معجمك، اكشف في معجمك عن، اكشف في معجمك عن. انت مش بتكشف في المعجم، انت بتديله الاجابه اللي هو عايزها. عن حرف جر، عن حرف جر. الاولى الفضائل مجروره بالكسره، الثانيه فضائل مجروره بالفتحه، وبكده انت حطيتها في جملتين، مره تكون مجروره بالكسره ومره تكون مجروره بالفتحه. السؤال اللي وراه، ما الفرق في الاعراب بين دي ودي؟ الاولى مجروره بالكسره لانها معرفه، الثانيه مجروره بالفتحه لانها نكره. وبكده نكون خلصنا تمرينات الممنوع من الصرف من كتاب الامتحان. اشوفكم على خير في الدرس اللي جاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.